ما ذاكرتش النهارده عشان الجو حر والتكييف بايظ، مش لاقي شغل عشان الحكومه مش موفره فرص عمل، مفيش بنت اتقدمت لها وقبلتني عشان الحريم النهارده بقوا بتوع مظاهر وبيجروا ورا الماده، بوظت الدايت عشان حاسس اني مفرهد شويه والعصير طعمه حلو قوي، دايما في حجه ودايما انت غلبان ومالكش ذنب، وساعات فعلا بتبقى غلبان ومالكش ذنب، بس هل ده معناه انك تدي اعذار؟ السلام عليكم، انا مصطفى وائل. وزمان وانا صغير كنت على طول بسمع شعارات زي نو اكسكيوزز تيك ريسبونسابيلتي، كنت بشوفها على السوشيال ميديا ناس بتكتبها على صورها او مرسومه على حيطه الجيم، بس عمري ما فهمت معناها كويس غير من 3 أو 4 سنين لما قريت مقاله طويله بتتكلم عن الفرق بين الاسباب والاعذار، وطبقتها على حياتي وفهمت منها حاجات كتير. هحاول ارتبها لك في 3 أو 4 نقط. رقم 1، مفيش حد مدين ليك باي حاجه، او مفيش حد مطلوب منه انه يجيب لك شغل او يساعدك او يديك فلوس او يقف جنبك باي شكل من الاشكال. مش معنى ان عاطفه الاب والام خلتهم يعملوا ده في بدايه حياتك ان كل الناس مطلوب منها تعمل كده. لما بتقول حاجه زي ان اهل البنت الفلانيه رفضوني عشان خاطر مش معايا فلوس وهم عايزين واحد مليونير وحرام عليهم والشاب الغلبان اللي زيي يتجوز ازاي، وهم مالهم؟ هو مين قالك انهم مسؤولين يحلوا لك مشاكلك؟ هم طبعا تفكيرهم غلط ونتيجته مش هتبقى كويسه، بس دي مشكلتهم هم مش موضوعك انت. لما تبقى عاطل وقاعد في البيت بقالك 3 سنين وبتبرر ده بان البلد ما فيهاش شغل او الحكومه مش موفره فرص للشباب، والكلام ده ممكن فعلا يكون صح، بس مش معناه انك تبرر لنفسك، لان انت بس اللي هتتضرر ومفيش حد تاني مهتم. 2، محدش مهتم باعذارك حتى لو كانت اعذار حقيقيه جدا، حتى لو ان كان عندك حاله وفاه او وقعت من البلكونه من الدور السادس، محدش مهتم. انا عارف انك ما ذاكرتش عشان كان في فرح تحت البيت وهيصه وزيطه وصوت عالي، او عشان كان عندك مغص وقعدت في الحمام طول اليوم، بس انت لو كتبت ده في ورقه الامتحان هتسقط. 3، انت لوحدك متحمل بنسبه 100% مسؤوليه كل الاحداث اللي بتحصل في حياتك حتى لو ما كانش ليك يد فيها لا من قريب ولا من بعيد. الخناقه اللي تحت البيت، العدوى اللي لقطتها من زميلك، ارتفاع سعر الدولار، انحدار الذوق العام، الاحتباس الحراري، ما دام بتاثر على حياتك تبقى مسؤوليتك. ومش قصدي انك انت اللي رفعت سعر الدولار او وقعت الاقتصاد، انا قصدي انك انت اللي مطلوب منك تتصرف وتشوف ايه اللي ممكن تعمله عشان ارتفاع الدولار ده ما ياثرش على حياتك بالسلب، لان في الاول والاخر انت اللي هتشيل الليله، انت اللي مستواك الاجتماعي هيقل، او انت اللي هتسقط وتعيد السنه، او انت اللي هيجيلك الضغط او السكر لا قدر الله عشان ما عندكش وقت تعمل اكل وبتاكل من بره. مش هتفرق بقى مين السبب او دي غلطه مين، كده كده انت اللي هتشيل. فلازم تعامل كل حاجه في حياتك على انها مسؤوليتك ومسؤوليتك انت بس. 4، الإحساس بالعجز بيولد الكسل. لما تحسس نفسك إن الذنب مش ذنبك وإن مفيش حاجة في إيدك وإن الظروف هي السبب، ده هيخليك حاسس دايما بإنك ما تقدرش تعمل حاجة، ما تقدرش تغير أي شيء، هيخليك تكسل حتى عن الحاجات اللي في متناول إيدك بنسبة 100%. هيبقى عندك دايما قابلية إنك تلوم الظروف أو تشيل تقصيرك ده لحد تاني حتى لو ده ما كانش صح. وبالمناسبة ده مش كلام تحفيز أو سيلف هيلب، ده بيور سايكولوجي مكتوب في كتب علم النفس. اختلاق الأعذار موجود دايما في خانة سيلف هانديكابينج أو إعاقة الذات، انك بتلجأ للاعذار عشان ما تواجهش حقيقة ضعفك او كسلك او تقصيرك. انت ما سقطتش في الامتحان عشان ما ذاكرتش، انت سقطت عشان الامتحان كان كله جاي من بره المنهج. انت ما اتفصلتش من شغلك عشان بتغيب كتير وما حققتش التارجت، انت اتفصلت عشان مش بتطبل للمدير او تنقل له الكلام زي زميلك العصفوره. او ممكن مبرراتك توصل انك تنكر اساسا اهميه الهدف بالنسبه لك، زي ان وزنك بقى 130 كيلو، ده مش عشان انت ضعيف او مش قادر تمسك نفسك عن الحلويات، ده عشان انت اصلا مش فارق معاك ان جسمك يبقى حلو، عشان انت راجل عميق جدا وبتبص للجوهر مش زي السطحيين اللي في الجيم. اتمنى انك بعد الكلام ده تبقى اقتنعت ان الاعذار بتضيع حياتك. لو ما اقتنعتش ممكن تعيد الفيديو او تقفل الفيديو، لاني دلوقتي هقول لك على خطوات عمليه ساعدتني شخصيا اني ابطل اختلق اعذار، ممكن تساعدك انت كمان. بس قبل ما نكمل الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل الجديد. 1، قبل ما تاخد اي خطوه في حياتك اقعد مع نفسك واتفق معاها ان فشلك في الحاجه دي مش معناه انك شخص عديم القيمه او انك شخص مالكش اي لازمه في الحياه. حاول تقتنع من جواك ان الفشل شيء طبيعي وان عمرك ما هتعمل كل حاجه صح، دايما هيبقى فيه تقصير وده شيء ما يقللش منك في حاجه. 2، بعد اي فشل او خساره امسك ورقه وقلم واكتب اسباب الفشل ده. قسم الصفحه نصين، نص بتكتب فيه الاسباب الخارجه عن ارادتك زي الجينات او الحظ او انك مولود فقير او ظروف البلد او اي حاجه، وفي النص التاني اكتب اخطائك انت اللي ممكن تجنبها بنسبه 100%. والشرط هنا ان عدد الاسباب اللي انت مسؤول عنها يبقى يساوي او يزيد عن عدد الاسباب اللي مالكش تحكم فيها، وبكده مش هتضحك على نفسك. 3، ودي ممكن تبقى صعبه شويه، اشطب على كل الاسباب اللي في النص الاول. كل الاسباب اللي مالكش تحكم فيها او شايف انك ما تقدرش
تقدرش تغيرها اشطب عليها خالص كأنها مش موجودة. 4. امسك الأسباب الباقية وحللهم سبب سبب وشوف ده حصل ليه، تقصيرك هنا كان ايه سببه بالظبط، وحط خطة عشان تغير اللي حصل ده المرة الجاية. 5. ركز جدا جدا في كلامك لما تتكلم مع أي حد عن حاجة ما ظبطتش في الشغل أو في البيت أو أيا كان. لو لقيت نفسك بتدي أعذار زي إنك خسرت الماتش عشان الأرض بايظة أو عشان الحكم ظالم، وقف وتعالى على نفسك وجاوب صح. احنا خسرنا عشان لعبنا وحش، انا سقطت عشان ما ذاكرتش، انا مش لاقي شغل عشان مش عندي المهارات اللي سوق العمل محتاجها. انا عارف انها صعبه وهتحس انك بتيجي على نفسك وبتقل من كرامتك وانت بتقولها، بس صدقني ده هيساعدك تتحسن، وكمان هيخلي الناس تحترمك اكتر، لان زي ما قلت لك في الاول محدش مهتم باعذارك وغالبا محدش بيصدقها. ده كان كل اللي عندي النهارده. لو الفيديو عجبك انصحك تشوف الفيديو ده او ده، بيتكلموا في مواضيع مشابهه ممكن تعجبك. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.